السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. أول حاجة نبغي نقول لكم عواشركم مبروكة بالصحة والسلامة وبالرزق وبالتيسير يا ربي لكاع القلوب الزوينة. وهنا كيف كتشوفوا في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم واحد الفقيقصات اللي كيجيو حلوين، كيجيو غاية في الروعة، والأهم أن المقادير ديالهم بسيطة وسهلة. وكذلك غادي نبارطاجي معكم هكا الأجواء ديال عاشوراء، الأجواء اللي كتكون في جميع البيوت المغربية، يعني بهالتفاصيل بالطريقة البلدية التقليدية ديالها. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال إعجابكم، وإلا عجبكم كيف العادة ما تنسونيش من لي لايك والتعاليق ديالكم زوينة اللي كتفرحني وكتزيد تحفزني أكثر وأكثر. وهنا ما بقى لي إلا نقول لكم فرجة ممتعة. وهنا اول حاجه دزت باش غادي نوجد الفقيقسات الحلوين. عندي 250 غرام ديال الزبده، هنا درت زبده ديال البواطه، ساشي ديال الفاني، كاس ديال السكر سنيده، واحد القبيصه ديال الملح. وغادي نضيف يعني غادي نخلط كلشي مع بعضياتهم حتى تنسجم ليا السنيده مع الزبده. غنضيف عليهم زوج ديال الفرماجات وزوج بيضات. صافي هادو هما المكونات. واخر حاجه غنزيد اللي هي الدقيق. بالنسبه لهاد الكميه خدات معايا 600 غرام ديال الدقيق، بقات لي منها 2 معالق. صافي كيف كتشوفوا غادي نطرب كلشي مزيان، وغادي نبدا نضيف الدقيق واني كنغربل فيه. المقادير راه بساط وسهله، وكيعطينا واحد الكميه اللي وفيره، كيعطيونا واحد الكميه كبيره وكيجيو زوينين. صافي غادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج واني كندخل فيه حتى غادي تجمع ليا العجينه ديالي. من بعد غادي نقسمها على جوج، نص غادي نخليه هكاك، غنضيف عليه غير البودور الشيا. صافي غادي نجمعهم. تقدروا تضيفوا ليه اللوز مقلي ومهرمش، يعني تضيفوا ليه الكركاع، اي نوع ديال المكسرات تقدروا تضيفوهم ليه. بالنسبه للجزء الثاني هنا درت ليه الكاكاو مر، درت واحد الساشي ديال الكاكاو مر. نتوما تقدروا تضيفوا اكيد الفيرميسيل، يعني كيبقى هادشي اختياري. انا بغيت نخليهم بساط وساهلين، يعني بحاجات اللي بسيطه. بالنسبه للعجين غادي نقطعهم قطع اللي هكا صغار باش غادي نشكلهم الحريبلات، وغادي نديرهم في واحد البلاطو اللي غادي نكون غطيته بالسلوفان وهكا باش ندخلهم مجمد. بالنسبه للحريبلات ديالنا راه حنا اللي كنتحكموا فيهم على حسب القياس اللي بغينا الفقيقسات ديالنا يجيو. هنا انا بغيتهم فقيقسات يكونوا صغيورين، فدرت الحرابل هكا كيف كتشوفوا يعني صغار. كيف عرفتوا راه العجين ما فيهاش الخميره، يعني ما غادي يضاعف لينا ما حتى شي حاجه. صافي غادي نقادهم هكا وغادي ندخلهم مجمد حتى هادو هما اللي زوين في هاد الفقيقسات، انهم كنحسوا بهم في ساعه كيوجدوا. لاننا كنعجنوا العجينه كنقادوها وكندخلوها المجمد. الوقيته اللي كنا مسالين غادي نبداو نجبدوا بشويه وغادي نقطعوهم ونديرهم في لاطه وندخلوهم الفران. هنا كيف كتشوفوا يعني بالنسبه للعجينه حتى هي اللي منسمته بالشكلاط. هنا كنت خرجت الفقيقسات، انا كنت درت حتى المالحين صافي وطيبتهم هما الاولين، عاد من بعد بديت كنقطع يعني في الحلوين. لان الفقيقسات المالحين اللي كنت صوبت معكم في الفيديو اللي فات راه صافي وتقاداو وهادو صوبت وحدين اخرين حيت راه كيجيو لذاذين وبنان، ففي ساعه كيتكالوا. هنا كيف كتشوفوا يعني كنقطعهم، نقطعهم بقياس اللي يكون هكا شويه رقيق، ما نديروهمش غلاط بزاف باش يجيونا مقرمشين. صافي هنا كيف كتشوفوا هي اللاطه ديالي غادي ندخلها الفران. النار اللي كتكون مهيله كنشعل عليها من التحت حتى كيطيبوا ليا مزيان، وعاد كنشعل لهم واحد شويه النار من الفوق. هنا كيف شفتوا راه كنت خرجت الفقيقسات ديالي المالحين صافي وغادي نخلطهم مع بعضياتهم. انا كنت درت وحدين بالفرماج وحدين يعني حارين بالهريسه الخضراء والاخرين بالهريسه الحمراء. صافي هنا دزت باش غادي نوجد معكم البلاطو. هكا هاد البلاطو التقليدي ديالنا ديال الزمان اللي فيه كاع الحويجات البلديه. هكا تيكون فيه الريحه، العكر الفاسي، السواك والبخور. هادشي تعودنا عليه انه تيكون يعني حتى في الضيافات، يعني في الضيافات باش كتبيني لضيافك بلي راك يعني راه فرحانه بهم. بهاد البلاطو هكا اللي تيكون بلدي تقليدي، وتيبقاو هاد العادات هادو شي حويجات لي زوينين وكيبقاو من التراث ديالنا. وكيف كنقولوا جديد لي جده والبالي لا تفرط فيه.
هذه من الحويجات الزوينين اللي نكبروا فيهم وليداتنا. وهنا غادي ندوز معاكم باش غادي نبدا نقاد هكا البلاطو ديالي يعني بحويجات داكشي اللي قسم الله، اكيد كل واحد خيره في دارو. حنا غير كنتقاسم معكم النهار ديالي وصافي. وهنا درت هاد الطويجنات هادو هما اللي غادي نحط فيهم المملحات. هنا راني خلطتهم كاملين. انا درت وحده بالنكهه ديال الفرماج، وحده بالهريسه الخضراء، وحده بالهريسه الحمراء. صافي. وهادو هما القريشلات حلوين، راه كيجيو كيتخرشوا وزوينين بزاف. انا راني كنت سجلت معكم يعني الصوت ديالهم باش كتعرفوا يعني راهم جاو زوينين، ولكن كان هكا الصداع ديال الوليدات وهذا، فصافي حيدت الصوت. وهنا خديت زليفات اللي درت فيهم هكا الشريحه، درت فيهم التمر، الكركاع والزريعه. غادي ندير عليهم من الفوق هكا هذوك الطعيرات اللي كيجيو صغيورين، غير كتزين وصافي. صافي. والفاكهه الاخرى اللي بقات عندي غادي نوزعها هكا في البلاطو. هنا كان شويه ديال اللوز، شويه ديال الكاوكاو اللي تيكون بالفرماج، الذره، الحمص، الكاوكاو، يعني الحلويات اللي متوفرين. هاد الكاوكاو هكا اللي تيكون معسل ومع مع الزراره حتى هو يجي زوين. صافي. عندي هنا شويه ديال البيستاش. صافي وزعت كلشي هكا وحاولت انني نقادهم في الصينيه، ودرت عليهم من الفوق الحلوه ديال المكانه. حتى هي راه كتجي يعني من سميتو، بقات خاصها غير المسكه. هي اللي ما كناش يعني ما كانش. صافي هكا دورتها. غادي ندير حتى في هذيك الزليفه شويه ديال الزريعه، وغنزيد هكا شويه ديال الزبيب كان عندي في الدار، غادي نرش بيه هكا شويه. المهم هي يعني العين اللي كتاكل. هنا هكا كيف كتشوف راه الوليدات كيبداو ياخذوا. صافي. هنا كنت خديت حتى هاد الحلوه ديال بيم كتجي زوينه. وهذوك اللي كانوا الوسط هما يعني الفواكه تيكونوا مجففه ومقطعين طريفات صغار. هنا ايادو راهو كان محيح. صافي. دابا غادي ندوز باش غادي نوجد معكم راسي هكا باش يكون الفيديو زوين. اكيد راه حتى التصوير كيلعب دور. كنحاولوا اننا تكون واحد الصوره اللي زوينه وتكون نوعا ما مشرفه. فهذا ما كان. هنا البنات غادي نتقاسم معكم واحد جوج ديال لي برودوي بصراحه اللي المهم عجبوني، والريحه ديالهم زوينه. هذا زيت كدهني به، يعني تقدر دهني به الجسم ديالك كامل من بعد الدوش، كيخلي واحد الريحه زوينه وحتى واحد الترطيب اللي خفيف وزوين. بالنسبه البرودوي الثاني هو مخماريه، حتى هو يعني زوينه بزاف وريحتها خفيفه، ومني كتشمها يعني كتحس بريحه النقاوه كتبغي تبقاي ديريها. انا غادي نوريها معكم دابا. الا بغيتو نبقى ندير لكم هكا يعني في الفيديوهات اقتراحات هكا على حويجات اللي كناخذوهم شي مرات كتصدقوا معنا زوينين، شي حويجات اللي غير يعني كنقولوا يعني كتكون عليهم واحد الضجه كبيره في مواقع، ملي كتاخذها يعني ما كتلقايش هذاك الاستحسان اللي كتكوني كتسناي من هذاك المنتوج. بالنسبه للكلوز ديال فلورما زوين. أه هو فيه نسبه واحد شويه ديال الحرور، يعني من النوع اللي كينفخ شي شويه، ولكن ماشي يعني ما معيقش، شي حاجه خفيفه. صافي. هنايا غادي ندوز باش غادي نعمرو بريد ديال اتاي. ما كاينش اختي شي عاشوره ولا شي جلسه بلا كويس ديال اتاي. بصراحه نتوما واش من فريق ديال اتاي ولا ديال القهوه؟ انا منهم بجوج. عزيز عليا اتاي كنحماق عليه، وعزيز عليا حتى القهوه. القهوه بالحليب. صافي. هنايا كيف كتشوفوا حطيت داكشي القسم الله، كنت وجدت حتى واحد الكيك. ها كان لي كيك راه سبق ليا وتقاسمته معكم من قبل. وصافي. وهنا الطعير جات اكيد. نديروا هكا شويه ديال الاجواء مع الوليدات، وكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ونال استحسانكم.
اتاي بالنعناع. هنا كيف كتشوفوا عرفتوا هذوك القريشلات غير جربوهم على ضمانتي، راهم كيجيو زوينين بزاف، بالخصوص الا زدتو نكهتهم. انا راني ما درت ليهم، لا ما درتش فيهم زعما لا هكا لا مكسرات لا حتى شي حاجه، بغيت نخليهم هكا عاديين بساطين يعني بالنكهه ديالهم طبيعيه وراهم وهنا البنات ملي كنقولوا عاشوره كنقولوا التفراق، ما كاينش عاشوره بلا تفراق. هنا غادي ندوزو هكا باش غادي نجمعوا الفاكهه مع بعضياتها ونخلطوهم وغادي نفرقوا. غير هو حنا الوليدات طبعا مازال صغار يعني ما كان علاه من غادي نفرقوا. فغندير واحد شويه هكا لخالتي والماما ولختي ولوستي، هادشي اللي كاين. هكا شويه شويه يعني الباروك وصافي. هنا كيف كتشوفوا غادي نخلطوا كلشي وندير لهم هكا واحد طعريجه طعريجه في كل ساشيه. هنا كديرين شويه ديال البخور السرغينه وشويه ديال العود، وتتكون هذه هي الاجواء تقاسمتها معكم. نتمنى ان هاد الاجواء هذه تعجبكم. اكيد كل واحد دار الاجواء مع في دارو مع وليداتو. وهنا كيف كتشوفوا بزلافه كل واحد وزليفه ديالو، ومن بعد غادي نزيدو عليهم هكا التميرات وشويه ديال الشريحه وشويه ديال الكركاع. وهنا غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم و ونكون يعني تشاركت معكم شي حاجه اللي زوينه تكون فيها طاقه ايجابيه، ويعني تكون فيها هكا شويه ديال الفرحه. وما بقى ليا الا نودعكم ونقول لكم نتلاقاو فيديوهات جديده ان شاء الله. مع السلامه.